أصل المرأة في الإسلام وضعها يختلف عن وضعها في جميع الأديان وفي جميع الأعراف. المرأة لا بد أن تكون محتشمة مصونة، ويطالبونها الآن بأن تتعرى وتجري وراء كرة، ما أدري بأي عقل بأي دين بأي عرف يصنع مثل هذا أو يدعى إلى مثل هذا الكلام، نسأل الله العافية. ويقولون لا مانع من رياضة المرأة بالضوابط الشرعية. إيش الضوابط الشرعية؟ أصل المسألة مهدوم، أصل المسألة مهدوم، فكيف تأتي بأمر من أصله لا أساس له ثم تضع له ضوابط؟ ما لا يعتبرون بالبلدان المجاورة كانت المباريات بالعباءات ثم صرنا يبارين عراة، لأن العلماء في ذلك الوقت ضغط عليهم وأجازوا بالضوابط. مش الضوابط هذه؟ هم يبون الحكم بس، ما عليهم ضوابط، ويستندون إلى فتوى للشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه قال لا مانع إذا كان المكان مغلق ولا يعتريه رجال ولا كذا من إقامة نوادي نسائية. والفتوى في الجزء 9 من فتاوى الشيخ صفحة 383، وبين في آخره أن مراده بالنوادي النسائية نوادي ثقافية ما هي بنوادي رياضية، بيان بنفس الفتوى. الذين يقتطعون أصل الفتوى من الفوق يتركون الباقي. هؤلاء الذين يتتبعون المتشابه هؤلاء هم أهل الزيغ، والله المستعان. تمنع من الرمل في الطواف، وتمنع من السعي بين الصفا والمروة، يقال تابع كورة واجري وراها.